لكن انتوا ما بتستحوا لنفسكم، بتفتنوا الناس، بتقتلوا الناس، بتحرضوا الناس على اساس قبلي وعرقي. يعني انتوا الليله دارين دارفور تولع رزقاتهم، اقصد محاميد ومهريه والعرب يتضربوا بين، انتوا كده بتكونوا كيفين يعني عشان تعودوا للسلطه وتحكموا. انتوا بتعملوا كده عشان دارين تحكموا. انا نصيحتي لشبابنا اتوحدوا وخلوا قضيه القبليه وقضيه العنصريه. الرزقات دول صحيح بطون، لكن الرزاقي رزاقي، والعربي في دارفور عربي، والزرقاء في دارفور زرقاء، والمكونات الاجتماعيه بتاع دارفور كلها حاجه واحده. يجب ان لا تكون وقود للحرب. انا داير اخلص له انه نحن اهلنا في دارفور ما وقود حرب بكل مكوناته وبكل سحناتنا القبليه، ما وقود حرب. نحن حرب 15 ابريل فرضت علينا وخذناها بشرف، والان قاعدين ندافع عن نفسنا. حرب التزول اعتدى عليك، لا تسكت ما تخليهم. لكن اولادنا ما يبقوا وقود حرب. ليه اولاد المشتركه يكونوا وقود حرب؟ ليه سؤال ليه؟ ليه اولاد المشتركه يمشوا يحرروا ويقولوا لهم انتوا تعالوا حرروا الجزيره وحرروا الخرطوم وبتاع وبعدين يطردون؟ ليه؟ ما عبيد الناس دي يا زلمه. عبيد شنو يعني؟ شنو انتوا الليله طالعين تقولوا لاولاد المشتركه عبيد؟ كيف عبيد يعني؟ العبيد ده ما حرروك. انا امشي بروايتك انت قلت حررت الجزيره وحررت الخرطوم، خلي روايتي انا. انت قلت حرروا لك بس مشتركه، اختلف اتفق معاهم. كيف تطلعون عبيد؟ كيف يعني تقولون عبيد؟ استغليتون يعني؟ استغليتون وجبتون قضيتوا بهم الداينه في الجزيره وفي الخرطوم، والان دايرين تقولوا امشوا تقاتلوا في دارفور. اولاد المشتركه ما عبيد، ده السودانيين احرار. انتم ما بتوزعوا الحقوق الوطنيه على كيفكم. انا اختلف اتفق مع المشتركه، لكن ما بقبل انك تقولون عبيد، لانه السودان ده ما فوق احرار وعبيد. السودان ما فوق مواطن درجه اولى ودرجه ثانيه. السودان ده كلنا درجه واحده. اذا في عبد في السودان وفي مواطن درجه ثانيه في السودان، انتوا ديل. اذا في مواطن درجه ثانيه في السودان، انتوا اولاد المشتركه نختلف نتفق معهم، ما تستغلون. هم اغبياء وحاقدين وعنصريين، نعم كلنا نعرفهم، لكن ما تستغلون. الليله جايين تقولون انتوا عبيد. الليله كسرتوا الخرطوم كلها. سؤال، ليه كسرتوا جنوب الخرطوم؟ ليه كسرتوا الدروشاب؟ ليه كسرتوا المساكن بتاعت ابناء غرب السودان؟ ليه؟ لانه ده العبيد. شفتوا الحمله العنصريه؟ والكلام ده زمان قلنا لكم القصه ما دعم سريع ولا قصه عرب ولا قصه انه ده دارفوريين. القصه قصه انه في مشروع عنصري. المشروع ده زمان كان بيتكلم عن الحزام الاسود حول الخرطوم. الليله ما يكسروها، عيد حسين كسروها، الدروشاب كسروها. دي البيوت اللي عملها شرف الدين بانقه لما كان وزير التخطيط بدايات الانقاذ، لما خطط العشش ومايو والحتات دي كلها خططها، عملها بيوت. يا ريت كان اي زول ادوه 200 متر، البيت 200 متر. الليله دي كسروها. ليه؟ سؤال، ليه بيكسروا الحزام الاسود؟ ليه التكسير الان في الحزام الاسود؟ ليه الان بيكسروا جنوب الخرطوم؟ ليه الدروشاب تحديدا؟ ليه مستهدفين قبائل الزرقاء؟ دي العرب شتات؟ دي القاتلوا مع الدعم السريع؟ هل سكان جنوب الحزام والدروشاب قاتلوا مع الدعم السريع؟ هل عرب شتات؟ هل شالوا سلاح؟ ما شالوا سلاح ولا عرب شتات ولا قاتلوا في الدعم السريع، لكن لانه المخطط مخطط عنصري. افراغ الخرطوم من الوجوه السوداء، افراغ الخرطوم من الحزام الاسود. وانت قاعد تقول لي ده تقاتلوا الناس هناك. انت مشكلتك مع الدعم السريع شنو؟ الدعم السريع عندك مشكله. الدعم السريع هسه مشى نيالا قال طلعوا لنا الناس الزرقاء قاعدين في نيالا. مشى الضعين قالوا طلعوا الزرقاء قاعدين في الضعين. هسه الفاجر دي امس اتحرر دي الدعم السريع قال طلعوا الزرقاء. الان امشي الضعين نيالا، والله كل الناس سوا وعايشين سوا، واهل واخوان واي حاجه، بياكلوا سوا بيشربوا سوا عايشين سوا، ما في قانون وجوه غريبه، ما في زول في دارفور بيقول لي انت عربي ولا اسود. انتوا جيتوا كسرتوا بيوت الناس في خرطوم، وللاسف عساكر قاعدين يقاتلوا معاكم في الجيش، عساكر قاعدين في الجبهات بتاعت القتال، عساكر الان ناس قدموا اولادهم شهداء في القوات المسلحه، استشهدوا في القوات المسلحه. انا اختلف اتفق معكم، نعم، لانه انتم مسيطرين. القوات المسلحه ما القوات المسلحه نحن بنعرفها، مسيطر على عصابه بتاعت الحركه الاسلاميه سرقتها. لكن ابناء ديل الاولاد المساكين ديل البندقيه ديل ما عندهم لا حول ولا قوه لهم. الواحد في الجبهه بيقاتل، اهله هنا بشردون فقط لانهم سود. السود ديل لما احتجتوا لهم، لما الدعم السريع بلاكم، جريتوا من مدني وجريتوا من الخرطوم وجريتوا من الجزيره، لما بلاكم جريتوا للسود ديل ذاته، قلت لهم تعالوا انتم شركاء في الدوله، تعالوا قاتلوا، دفعتوا لهم قروش، اديتوهم مال. الليله بعد ما قضيتوا وطركم منهم جايين تكسروا بيوتهم، جايين تزيحوهم من الخرطوم. خرطوم دي حقت ابو منو؟ انا والله شفت فيديو امس بكيت عليه، الفيديو بتاع الناس بيطاردوا الناس بيوتهم. والله العظيم لو كانوا شوايقه ما عملوا لهم كده، ولو كانوا جعليين ما عملوا لهم كده، ولو كانوا عرب جزيره ما عملوا لهم كده. الحرب ما انتهت بيعملوا كده. طيب اذا الحرب انتهت واعلنوا سيطرتهم هيعملوا شنو؟ سؤال، هيعملوا شنو؟ الان نص الخرطوم يا اخي، الخرطوم بيحنسوا الناس بيقول لهم تعالوا، بيجيبوا اولادهم، دارين يجيبوا اولادهم الجلابه تجي، لكن تجي كجلابي. اما انت السود ده بالمناسبه، الحزام الاسود هسه قاعدين تكسروا بيوت الناس، الدروشاب الناس دول هم الوحيدين اللي ثبتوا في الخرطوم زمن الحرب، لانه ما عندهم قروش. يمشوا وين؟ زول قاعد في ماي ولا حسين ولا يجيب قروش منين عشان يمشي مصر؟ ما عندهم قروش. هؤلاء فقراء الشعب السوداني دول ثبتوا الخرطوم وقعدوا فيها. انتوا الليله جايين تكافئون، الليله بتهجرون، بتقتلون. لك ان تتخيل بيجيبوا الكراكت. والله دي اسرائيل ما عملتها، يشهد الله اسرائيل في غزه ما عملتها.
هسه مش اسرائيل بيقول لك استيطان وقتل. والله اسرائيل في غزه ما عملت. اسرائيل بتجي دايره تكسر بيت، بتديك مهله، تقول لك بعد كده اطلع امشي. تجوا انتوا يا اخي الناس نايمين، اولادهم قاعدين يقاتلوا معاكم في الجيش، قاعدين يقاتلوا معاكم في الخطوط الاماميه، تجوا تكسروا لهم بيوتهم. تجوا تكسروا يا ناس ديل بيوتهم، ديل عرب شتات، ديل سودانيين اصيلين، والله سودانيين اصيلين، والله اصيلين اكثر مني واكثر منك في البلد دي. تجوا تكسروا بيوتهم، تهينون. يا اخي الرجال بيبكوا، رجال حملوا سلاح بيفتكروا انه دي قوات مسلحه بيقاتلوا تحتها، رجال بيجوا بيبكوا، الواحد بيجي بيلقى اهله مجدعين برا. عشان كده انا قلت لكم نحن كابناء هامش اغبياء، والله نحن يوم نتوحد وحياه الله ابناء الهامش دول لو يتوحدوا كده، والله لو يتوحدوا عرب على زرقاء على ابناء هامش علي باليمين مصر ما تشيلكم. والله الهامش ده لو توحد كده. انتوا كلكم كم؟ سؤال، كلكم كم؟ تعداد سكانكم كم؟ ما لاحقين لكم 1.5 مليون، 1.5 ما لاحقين. حاكمين لكم اكثر من 40 مليون بالحديد والنار، بالحديد والنار. تصنفوا ده قبيلته شنو وده شكله شنو وده لونه شنو؟ ليه؟